السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين تربية الطيور مع الحواوشي، أهلا وسهلا بكم. طبعا بالصلاة على النبي كده في الأول، احنا ده تاني يوم بإذن الله في الدورة بتاعتنا يعني، وزي ما قلنا لحضراتكم احنا بإذن الله نعمل لكم فيديو كل يوم عن اللي بيحصل. طبعا أهم حاجة في اليوم التاني احنا اتكلمنا امبارح عن استقبال درجة الحرارة، ايه اللي بنحطه في المية والكلام ده كله، تقدروا ترجعوا للفيديو موجود على القناة وموجود على تيك توك يعني. أما بقى أهم حاجة النهاردة، ودي حاجة اختبار احنا بنعمله احنا ايه بنفسنا كده، أنا لازم ابص على الأرض خالص كلها أهم حاجة بطمن منها ان الاقي ايه، ان الفراخ تقريبا البزقه اللي هي الخضراء اللي تطلع منهم او الفيزز الاخضر ده ابتدى يروح، وابتدت التصويره دلوقتي تبقى قريبه من الطبيعي زي ما احنا شايفين كده هنا كده اهو زي ما احنا شايفين قريبه من الطبيعي اللي هو ايه لون العلف. طبعا البزقه الخضراء لو احنا هنا في حاجه قديمه ممكن نشوفها زي امبارح مثلا زي دي كده اهي، دي بزقه خضراء، هي ده كله بيبقى الفرخ بينظف معدته. عشان كده قلنا الجرايد مفيده ايه، ان الفراخ بتبقى ماليه الدنيا كلها، التصويره بتبقى عليهم بيمتصوا رطوبه، بنشيل الجرايد بنحافظ على ده كله. فانا البزقه الخضراء دي او معناها ايه، اما الاقي الفرخ نظف نفسه كده وابتدى التصوير تبقى طبيعي، معنى كده ان كل الفراخ بفضل الله كلت وشربت وما عادش بقى اللون ده ايه بقى بسيط خالص. ده بعتبر انا كان في الملاحظات كبديل لاختبار الحصاله، يعني الاختبار الحصاله ده هقول لكم عليه دلوقتي برضه، انا بعتبره ده بديل. انا ببص على فراخي من تاني يوم الاقي الفراخ ما عادش فيه بقى التصويره الحمراء، التصويره الخضراء البسيطه ديت، التصويره بقت طبيعي قريبه من لون العلف، كل الفراخ ما شاء الله زي ما انتم عارفين كده. طب اختبار الحصاله ده ايه اللي بيحصل فيه لو احنا مش عاوزين نعمل الفكره ديت؟ بس ده يعني كبديل لو انت عاوز تبص بعينيك، ده الملاحظات اللي انا عاوز اشوفها. اهم حاجه في تاني يوم ان انا ابص على التصويره بتاعت الفرخ، التصويره بقت قريبه من لون العلف كده بفضل الله كله كل، والتصويره الخضراء دي قلت يعني تلاقيها بقت ضئيله بكره بفضل الله ما تلاقيش منها حاجه خالص، ده كله بقى تصويره طبيعي. انا بقى لو ما كانش اختبار الحصاله ده بقى المهم اللي احنا اللي بيتعمل او اللي احنا بنبدله بالنظره اللي انا بتكلم فيها دلوقتي، ان انا بمسك الكتكوت زي ما انتم عارفين كده، وببص هنا كده ما شاء الله يعني بلاقي الحصاله بتاعته هي اهي مليانه اهي، ده ما شاء الله واكل دلوقتي ولسه ما شربش، هنقول راح نحط له على الميه اهو. طبعا اختبار الحصاله ده بيتم بعد 12 ساعه او 24 ساعه بالنسبه للكتاكيت اول ما بتستقبله. عندنا في ثلاث حاجات، يا اما تلاقي الحصاله مليانه علف وناشف فمعنى كده ان هو كاله ما عرفش يوصل للميه، فيبقى دي في مشكله في توزيع الميه فترجع توزعها تاني. يا اما بتلاقيها مجمجمه كده يعني ممجمجه زي ما بيقولوا، او بتبقى طريه كده بسيطه فمعنى كده ان هو كاله وشرب، يا اما بتلاقيها كلها فيها ميه فمعنى كده ان هو شرب ميه وما عرفش يوصل للاكل وبرده في مشكله. طبعا ده بيتم امتى؟ بيتم بعد 12 ساعه من استلام الكتاكيت او 24 ساعه. فاحنا قلنا ايه البديل بتاعه؟ ان انا تاني يوم طبعا احنا قلنا استقبلنا ودرجات الحراره وزي ما قلت لحضراتكم والعسل وكل الكلام ده اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. فانا ببص في الارض التصويره اللي لونها اخضر اللي هو الفرخ البزقه اللي بيبزقها في الاول دي لسه بينظف زي ما بنقول بينظف المعده بتاعته والكلام ده كله. بعد 12 ساعه او 24 ساعه بلاقيه بتصير التصويره الطبيعيه اللي هي زيها زي لون العلف زي ما ورينا لحضراتكم. التصويره الخضراء هنا قلت نسبتها، قلت في الارض وبتاع، بلاقي الدنيا طبيعي كده بفضل الله. الفراخ اللي عندي كلت وشربت والحضانه عندي كويسه. اي حاجه غير دول لو انا هعرف اعمل اختبار الحصوله زي ما قلت لكم، يا اما واكلين علف وما شربوش، يا اما شربوا ميه وما لقوش العلف، يا اما بقى اللي هي الطبيعي بتلاقيه واكل وشارب فده بتلاقيه زي الفل، تلاقي الحصوله مجنونه كده. وده ضروري نعمله جدا عشان نعرف ايه المشاكل اللي موجوده عندنا في الحضانه. وزي ما اتفقنا استقبال الكتاكيت ده او اول 3 ايام في استقبال الكتاكيت من اهم 3 ايام، عشان خاطر بناء عليك تلاقي الكتكوت معاك ايه زي ما بيقولوا بالصلاه على النبي بينطلق. وانتوا الناس اللي شافت الفيديو بتاع امبارح بالصلاه على النبي تشوفوا النهارده الفرخ تحس ان شكله بالصلاه على النبي كده اتغير. ونوريكم باذن الله يلا ما شاء الله واحد 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 واحد. طبعا ما شاء الله زي ما انتم شايفين الانتشار بتاع الكتاكيت يعني، وربنا يبارك لاصحابهم. وباذن الله بقى انتظرونا ايه فيديو بكره، وزي ما قلت لكم كل يوم هيبقى فيه باذن الله معلومه جديده نقدر نفيد بها حضراتكم. ولو عجبكم الفيديو نعمل لايك وشير على الفيسبوك وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.